شنو التمرين؟ رقم 3 ايش؟ تطبيق تمرينات. سوينا التمرين الباسات علين راح نطبق هذا التمرين في المباراة شكل مباراة علين. اوكي؟ ويكون التشكيل مالنا كم؟ 3 3 1. اوكي؟ راح يكون مدافع 3 وسط مالنا 3 ومهاجم 1. اوكي؟ راح نبدا يكون مع المدافع مالنا سنترال ديفنس راح يكون مع كوره. اوكي؟ وهنا راح يكون نبدا بالواحد ضد 4 ولا شيء. فالم التمرين تطورنا التمرين راح يكون 2 مدافعين بمعنى ايش؟ راح يكون 4 مع الوسط مع الطرف مالنا على 1 نحاول نلعب باس لعبنا 4 و5 باسات على طول نلعب باس مع مهاجم يرجع كوره اللاعب وسط، اللاعب وسط يلعب مع من بينيه بين الاصل لو كوره يعني الوسط يحاول يجي الكوره الى مجمع ثاني، لو هناك المهاجم الوسط يجي الكوره الى هنا. اوكي هناك يستلم الكوره اشوف مهاجم داخل مع طرف مالنا ووسط يحاول يسجل لنا الجول. اوكي شباب في اللعب مفاهيم التمرين؟ اوكي عبود مالك مدافع هنا لو نلعب مدافع هذا الصوب خليك، لو يلعبون هناك لا تمشي معهم. اوكي مدافع ما يلعب مع مجموعه ثانيه لا خلي ركز في مكانك. عبود لا ما يشرب بنزين اليوم. عبود هناك ايوه انت الجول كيف يلا جنبه وسط مهاجم صب وين فلان شباب معي تمرين معي يلا وصل عندك عبود اعطيني عبود عافية. وين المدافع مالنا يكمل ثالث هنا؟ ابو مالك من زمان اياه اول واحد انا اتيت اياه اول واحد عادي يلعب طرف معي هنا مدافع. اوكي لا فوق وسط يلعب وراه عادي يلعب ما وراه بس نطبق 8 عشان تطبيق 8. اوكي روح تلعب طرف يلا خلي يلعب بوسط معهم مدافع هناك يلا الاثنين الباقي نجلس برا انت هنا معهم نوقف برا. اوكي كابتن اوكي تصوير اوكي جايز لا تحاول تقطع كوره عندهم 4 ايوه اوكي خلي لا تلمس لو يلعبون هناك باس يلعبون 3 4 ضد 1 لما على طول يلعب باس مع مهاجم شنو تسوي دورك انت وراء الكونز اللي اصلا لازم تفتح وراء الاحسن لان جنبه يلعب لك باس تستلم كوره تسوي كروس حق اللاعبين داخل. اوكي هذا لين بس تعال بحر ها خليك في وسط يا يكون في دورك مره ثانيه وين نلعب كوره ما عادي نلعب 1 2 3 4 نحاول نلعب لعبنا 4 لمسات 5 لمسات على طول نلعب مع مهاجم تلعب مع مين؟ وسط جنبه على طول جنبه وين؟ طرف على طول على طول وين تمشي؟ لما الكرة معه على طول لازم بسرعة من وراء اللحظة والمهاجم فوق جنبه نمشي فوق معه. جاهزين؟ العب باسات يلا اقطع كورة روح استلم كورة ممتاز يلا مع مهاجم عليين هوب بحر واقف جود فوق جنبه فوق نرجع قلت هنا بس وقف لا تمشي. عندك 3 لاعبين هناك ما في مدافع ما في واحد يسوي بريس حد ولا شيء. اوكي يلا مرة ثانية هوب قم جنبه نلعب بعد 5 لمسات 1 بريس ابو مالك بريس 2 جاي صوب 3 جود 4 جنبه نلعب باس صح ركز على الباسات جنبه عندك اللاعب يلا مهاجم
اب طرف هناك، اب فوق خلي الكرة معك. اي مجمعيني. الاطراف هناك يتحرك. اوكي يلا يلا باس يتحرك. يلا علينا تلعب معهم. ثلاثة ابو مالك وقف. ابو مالك قلنا مجمعين، انت وقف مع مجمعينك. اوكي هاي تحرك معهم. 4 ضد 1. ينزل وسط، ينزل العب يلا بود بحر. اقطع كورة اقطع. يلا طرف هناك. داخل سجل. جنبه وايد. نرجع مرة ثانية. هني ركز شوي شباب، ركز شوية بينية. مرة ثانية هذا صاب. هاي العب يلا بحر. اقطع كورة اقطع. وسط تحرك انزل قدام ده كورة. استلم كورة. روح استلم كورة عنده. ايوه 3 4 5. هذا جنبه، هذا ممكن قدامه اللاعب كيف يلعب المهاجم. خليه يغير وسط يغير هنا. لا تقول مهاجم، خليه هو يفكر صح. يلعب مرة ثانية. يعني خلاص قدامه اللاعب كيف يلعب مع مهاجم. اب نتحرك. تحرك. اب مالك وقف مالك. 3 4 العب 5. ايوه ما مهاجم. تحرك هناك بيني. جنبه هناك. كنا نلعب باس هنا. صعب في المباراة يصلوا على كورة. اتوب بيني هناك. لا تنام. في شيء ركز على المباراة. كنا نلعب باس هنا نغير هناك. نلعب هنا نغير صوب ثاني. تلعب بحر يلا اب. وين التمرين؟ كم مرة سوينا التمرين ولا جول سجلنا فيه. يعني نلعب علين بدون مدافع، بدون واحد يقطع كورة، وما زال ندي جول. في المباراة كيف يكون؟ اوكي اول شروط ايش؟ ثاني وين تركيز في التمرين؟ لازم نركز. حتى اللي يرفعون الكورة انا عنده كورة بس اريد تخلص. لا ليش تخلص على فاضي؟ ما في واحد يسوي بريس عليك. خلي الكورة، استلم الكورة، ارفع راسك، شوف اللاعب برا. 3 لاعبين 3 1 2 ولاعب وسط برا. يعني ما تقدر ترفع على اول لاعب، ما تقدر على الثاني، حطوا الثالث برا خليه يسجل هو. اوكي احسن يا شباب. التمرين حلو عشان نلعب تقسيم عليهم. اوكي بارك الله فيكم ومشكورين.